السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدني علما. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن introduction كده بسيط عن الالجوريزم. تمام، ان شاء الله المرة دي معانا مفهوم جديد هو التايم and space complexity. خلونا نعرف يعني ايه التايم complexity. ده باختصار التايم او الوقت اللي بياخده كود معين عشان يتنفذ. تمام، طبيعي اي كود في الدنيا لازم ياخد وقت عشان يتنفذ. يعني انا لو قلت له مثلا انت اكس بيكوال 1، ده هياخد ثانية واحدة عشان يتنفس. تمام، طيب لو بعدين قلت له الإكس دي تيكوال 2، فكده ده كمان هياخد ثانية. تمام، وهكذا كل خطوة هتاخد ثانية. فلما نيجي نحسب الخطوات دي هنشوف بقى بعد كده خد كام ثانية التايم بتاعي عشان يتنفس كود معين مثلا. تمام، ده باختصار التايم كومبلكسيتي. بيقول لك كذا مثال بقى. بيقول لك هنا ايه، لو عندك لوب بس جوه اللوب في كلمة بريك. شايف بريك دي بريك يعني ايه؟ يعني بتقف ما تكملش اللوب، تقف عند خطوة عند السطر بتاع البريك ده كده، ما تكملش اللي تحت اللي باقي. فلو لقيت لوب، اي لوب بقى، فور وايل دو وايل، جواها البريك، التايم بتاعه هيبقى او اوف 1. او اوف 1 يعني واحد. تمام، طيب لو لقيت لوب بس السيكونشال، احنا في العادي في اللوب بنقول اي بلس بلس. طب لو قلنا اي على 2 او اي في 2 جسم او ضرب، ده بيقول لك التايم بتاعه او في لوج الان، مش واحد، لا لوج الان. تمام، لو لقيت لوب العادية اللي هي ستيب باي ستيب اللي هي بتمشي بلس بلس الواحد، ده قال لك التايم بتاعها او اف ان. وهنعرف بعد كده ليه ايه الان وايه اللوج الان والكلام ده. طب لو لقيت اتنين لوب جوا بعض يعني نستد لوب، ده قال لك ان لوج الان، التايم او اوف ان لوج الان. تمام، طيب لو كذا لوب جوا بعض يعني 3 4 مثلا، فقال لك هتقول ان بس العدد بتاع اللوب ده. يعني لو 3 لوب هتبقى ان اس 3. تمام، بيقول لك في حاجة هنا اسمها 2 اس ان. ده أسوأ حالة بقى، أسوأ الجوريزم اللي هتقابله، اللي هو التايم بتاعه 2 اس ان. لو عايزين نحسب التايم بقى بتاع الكود ده مثلا 4 دي، فاحنا هنقول ان عندنا قال لك الاي بتيكوال صفر، ده هتاخد ثانية، والاي اقل من الان ده هتاخد ثانية، ولما يزود واحد هياخد ثانية، والبرنت هياخد ثانية. فتيجي تجمع الكلام ده كله في الآخر هيطلع ان. عملية حسابية كده عشان ما تعقدش نفسك. فقلنا اللوب الواحدة ولازم تكون سيكوينشال، يعني اي بلس بلس يعني الزيادة بتبقى واحد ثابتة. التايم بتاعها او اوف ان. تمام، طب لو اتنين لوب جوا بعض قال لك ايه، كل فور لوب هتاخد ان، فهتضرب ان في ان بان تربيع. تمام، الباينري سيرش ده هنتكلم عليه في فيديو لوحدين ان شاء الله، بس تبقى عارف التايم بتاعه لوج الان، هو في لوج الان. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.